أول حلقة بداخل استوديو سندريلا، حوار فني شخصي. نبلش مع فنانة لمياء جمال. حبينا نعرف من هي لمياء جمال. لمياء جمال هي فنانة تونسية مولودة في تونس. عرفنا من أصول جزائرية. أوكي. إيه. هذا أول مرة. درست يعني وصلت في دراستي سنة ثالثة بالمعهد العالي للغات في تونس. درست أدب وحضارة ولغة إنجليزية. يعني كم لغة تتكلم؟ أتكلم عربي، فرنسي، إنجليش، إيطالي شوية، كردي. كردي كمان حلو إن شاء الله. كردي أفهم بس ما أحكي. أول كتير. مرة لما حسيت عندك موهبة فنية يعني غناء بأي سنة؟ 1999. شو أول أغنية ضرب على قلبك؟ بعيد عنك حياتي عذاب، ما تبعدنيش بعيد عنك، ماليش غير الدموع أحباب، معها بعيش بعيد عنك. يعني أول مطربة اللي دق على قلبك أول غناء سيدة الغناء العربي سيدة أم كلثوم. شو يعني لك سيدة أم كلثوم بالنسبة لك؟ يعني هل هي مثل أعلى في فن؟ إيه. بالنسبة لمياء جمال؟ إيه، هي مثلي الأعلى في الفن والله. إيه طبعا أحبها كثير. ممكن أنا وصغيرة مش كثير أسمع لها، كنت بس في الوقت الحالي هي مسيطرة على دماغي وفني وكل شيء. تسمع كل يوم يا سيدة كل يوم لازم أسمع. لازم. إيه، صبح ليل كل وقت. خلينا أغنية تانية من سيدة أم كلثوم براحتك. أي أغنية أنت جتنا تحب تسمع من مستوى؟ رباعيات خيام جزء اللي قبل شوي غنيتها صح؟ يلا. أفيق خفيف الظل هذا السحر، نادى داعي النوم وناغي الوتر، فما طال النوم عمرا، فما طال النوم عمرا، ولا قصر في الأعمار طول السهر. شو أغنية اللي كنت تتمنى تغني وهلا غنيت وحقق هذا الأمنية بقلبك؟ هي رباعية خيام والأطلال كمان. في أغنية ثانية كمان أنت شعوري ناحيتك. لا هذا مش أم كلثوم، سيدة وردة. شو أغنية اللي سيدة أم كلثوم أروح لمين؟ غنينا هذا شوية يلا. وأقول يا مين ينصفني منك، ما هو انت فرحي وانت جرحي وكله منك، أروح لمين وأقول يا مين ينصفني منك، ينصفني منك. بالنسبة إليك سؤال، هل موهبة فوق التعليم ولا العلم تعليم فوق الموهبة بالنسبة للفن؟ سؤال صعب شوية. ليه؟ والله ما مستوى. لازم الإنسان عنده موهبة حقيقية. أوكي. لازم الناس ما يكذبوا عليه، يصارحوه. نعم. يقولوا له إنه صوتك حلو ولا لا من البداية، يعني مش حلو المجاملة بهذا الشيء. بعدين لازم يتعلم. لازم. أوكي. يعني تتفق معايا أن الموهبة هو الأساس بالمرحلة الأولى. المرحلة الأولى لازم موهبة. إذا ما في موهبة، إذا أنت ما عندك موهبة شو تدرس؟
حتى تدرس ما تكون روبوت يعني مثل ولا ما في إبداع. تميز. صح. شو رح تضيف مثلا كل الفنانين الكبار حتى بالعرب بالكردستان بالدولات الأخرى الأساتذة الأوائل كانت كله فيها موهبة، مثل سيدة أم كلثوم، سيدة نجاة الصغيرة، فنان عبد الحليم. أم الكردستان حسن زيدك، ماموسا حسن زيدك، ماموسا طاهر توفيق، ماموسا علي مردان، السيدة مرزية، سيدة ليلى فريقي، كله موهبة. صح صح، موهبة فطرية. القصة إنه ماموستا يلي مثلا إذا حدا مو موهوب ويروح يتعلم ممكن يتعلم مزبوط، ممكن ينجح كمان، بس هو المشكلة راح يخلي الفن يتدهور يرجع لورا ما يتقدم. لازم إحنا الأذن الإنسان تتعود على الفن الصح مش على صح. بما أنت موجود بأربيل غنيت بهذا الفستان أغنية أربيل هولير هوليري غنينا قسم هولير تدوينه وأمرو دهتويت هولر سيمفونياي أوازي بوهم وانجيغاي شانازي هولير هولير هولير. طبعا بكردي دلم أوازي منه الحاني، كلمات كاك ريدر سابر، وتوزيع كاك سركان، وإخراج كاك ريان شيلازي. غنيت مع فنان ميرا علي تقال هنا المن ميرا علي بها وبشي وقران تانو قران كي زور سركوتو خوش بو. أول أغنية لما غنيت باللغة الكردية شو كان؟ أول أغنية باللهجة يعني باللغة الكردية مش على الكردستان قصدي. شمامة؟ لا في شمامة في أغنية ثانية بس نسيتها عن كردستان. أول أغنية غنيتها عن كردستان. لا مو قصدي هذا باللغة العربية، بالكردي. باللغة الكردية باللغة الكردية أغنية كردية بس نسيتها حال مو كابوكي لا مو أول واحد. لا تغني شوي كابوكي قسم صغير من كابوكي. كابوكي مليلي ليلي 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 كابوكا صور مواي واي للسربانة وبنبانة. اوكي. سؤال، هل تشوف أفلام بأي لغة؟ سواء كان أنجلي أو عربي؟ أنجلي حلوة أنجلي. أشوف أفلام بس يعني هنا في كردستان وأنا بالشغل ما عندي مجال ما عندي وقت أبد إلا إذا سافرت وسياحة وهيك أبقى. غنيت بكتير لغات بس من ضمنهم اللغة الفارسية. أول أغنية تذكر لما سجلنا مع بعض بيتو نفس كشيدان باروي هارومي استوجدان بودان هميشة أرزومي عشقي منوت أفسوس قسين تمومي كشكي من أمي گفتم عاشق کدومه سرم هرچی میاره میگم عیبی نداره خدا خودش رحیمه. یه روز شادی یه روز غم یه روز زیادی یه روز کم کاری است کریمه. برافو الله كريم. برافو الله كريم طبعا. لما أنزل البوست الأغاني مالتنا الفيديو في دايما سؤال بيطرحون الناس من جمهورك من حبايبك من اللي يحبونا. لميا جمال من بلد تونس وعايشة بكردستان، شو سر موضوع كردستان بالنسبة لك ومخصوصا عاصمة هوليري خوشويس أربيل؟ هذا الجواب واضح السؤال؟ رح أقول لك شو القصة. هذا الجواب ما يعرفه ما يفهمه ولا رح يفهمني ولا رح يعرفه إلا شخص قلبه صافي ونيته صافية ومو من هذا البلد وإجا على هذا البلد ودخل هنا وعاش هنا أكيد حس نفس إحساسي. ليش أنا أحب كردستان؟ بمعنى اللي إذا هو قلبه صافي مو يعني سوري مو شخص عنده نيات ثانية. بمعنى كردستان تخوش تبي؟ أنا كردستان أعشق كردستان، أعشق ترابها، أعشق الناس اللي فيها كلهم، أحبهم من كل قلبي وهم مثل عائلتي كل الناس. والله سبحان اللي حط هذا الحب في قلبي. والله كل الكرد
وكردستاني عارف والله. يحب صوت لميا جمال ويحب إنسانية لميا جمال. وأنا أفرح كل ما حضرتك إنسانة محترمة وفنانة راقية. أنا دايما بقول أنت سيدة الطرب بعصر الحال اللي عايشين فيها. أم كلثوم بس سيدة الطرب، هي سيدة الطرب الأساسي، خلت الطرب طبعا، بس بالعصر الحالي أنت من أنجح فنانين موجود. وأنا كملحن فخور بتعاملي معك. أعتقد أنا اللي فخورة. شكرا. أعتقد سجلنا أكثر من 700 أو 800 أغاني. هذا الحدث ما صار أي ملحن ومطربة مع بعض. صح. أوكي، شوي نقرب على انتهاء الحلقة الأولى، بس عندي سؤالين بس. شو يعنيك هذا الفستان الأصفر؟ زرد. شو يعني يعني هذا صورت أغنية أربيل هولير. أنا أحب اللون الأصفر من زمان. تحب اللون الأصفر؟ والله يعني أحس الشمس قريبة عليك. الشمس ما في شيء يعيش بدون الشمس. صح. كل شيء يموت إذا ما تطلع الشمس، كل شيء يموت. فأنا أحب هذا الأصفر. أحس لما أدخل باللون الأصفر في شيء راح يضوي. حلو. غنيت بلهجات مختلفة بكردستان، لهجة مثلا ديالكت سوراني، كرمانجي، حتى غنيت هورامي، وحتى غنيت زازاكي. باقي صح. لهجة واحد هو لوري. يعني ديالكت لوري. إن شاء الله هل عندك استعداد إذا طبعا أغنية؟ أحب أغني كل لهجة. بآخر نشيد اللي سجلنا حضرتك غنيت بديالكت هورامي. كان أول مرة. صعب عليك كانت التجربة؟ لا، ولا الأغنية مو سهلة، بس الكلام حسيت حالي يعني سهل علي كنطق. آخر سؤال بهالحلقة، غنيت من كل العظماء العرب وكردستان وحتى التركي وإيراني، من هي صوت بعد أم كلثوم تقول لميا جمال تقول هذا أحلى صوت بالنسبة لميا جمال؟ مش عربي، كردي، فارسي، تركي، مو مشكلة. من هي بعد أم كلثوم أحلى صوت بالنسبة لميا يعني بيأخذك؟ أنت تقدر عربيا فلان أو كرديا فلان عادي. كتير أصوات. أي صح. كتير. شو راح مصوت واحد ما أقدر أختار. كلهم أصوات حلوين. أي صح. بس والله ما أحب أقول شخص. عندي كتير. عندك كتير. أي والله. مثلا بالعرب مين بعد أم كلثوم؟ مين صوت اللي تحبها؟ اسمهان. أحبها كتير. أحب. وبالرجال مطرب عبد الحليم. والله. إيه والله أحب. شو فرق بين عبد الحليم وفريد الأطرش بالنسبة لميا؟ ذوق. فرق بينهم هو الذوق. لأن أغلب اللي يحبوا عبد الحليم يحبوا يعني يكونوا ما يميلوا أذنهم ما تميل للفريد. صح. والعكس كمان. واللي يميل للفريد ما يميل لعبد الحليم، لأن خامة صوتهم عكس بعض. صح. أي مش نفس الشيء اثنيناتهم، بس اثنيناتهم يعني صنعوا الفن. أنا كملحن بقارنك يعني رن صوتك فيها من المنيرة المهدية، أقرب صوت بالنسبة لي عربيا اللي سمعت. أنا كملحن وعندي تجربة وخبرة كتير في هذا المجال، أدرس لحد الآن ما إجا صوت أنا يعني اللي سمعته قوية منيرة. ما في يعني صوت تشبه بمنيرة المهدية. في أصوات تشبه بأم كلثوم، قريبة على أم كلثوم، على الأسمهان، على الأخريات ما نجيب كل الأسماء، ولكن منيرة المهدية لحد الآن أنا ما سمعته. في كتير أصوات قوي جاي. أنا لما أحس أنت كمان تحس بهذا الشيء بالعالي. أنا ما سمعتها قبل منك، أنت سمعتها. بس حسيت فيه كتير شبه. صح. لما تغني بالعالي مخصوصا تكون قريبين. في صوتي فيه شيء ما بعرف مختلف. هي عندها كمان نفس الشيء. أنا أعرف هذا الشيء وحكيته بالمقابلة حتى بالمصر. مثل آخر لقاء لما أتذكر نيزار فرانسيس الشاعر اللبناني طبعا نحييه يشوفنا. أكيد. قال لي صوتك مثل الكمانجة.
هو خلي عندك هذا من فوق يصير مثل كمانجة بالضبط. منير المهدي هم الأساتذة الكبار كانوا يقولون كمانجة؟ طبعا صوت الكمانجة طبعا هي الوحيدة هذا لأنه أخذت لقب سلطانة الطرب هي. بعدين كمان يقولون صوته مثل كمانجة تعزف لأنه قوي متكمل جدا. صعب الكمانجة. الحلقة الأولى باستوديو سندريلا مع الأسف ننتهي عشان ما يزوج منا. الحلقة الثانية نبلش كمان بس بالغناء غناء أسئلة كمان غنائية ونبلش ونستمر بالحلقة إن شاء الله. شكرا أستاذي. شكرا.